والكاريزما الجميلة إن شاء الله على كل إنسان يتابعنا الآن ولا في اليوتيوب ولا في أي مكان. اليوم موضوعنا عن كاريزما أو الحظ. هل أنا محظوظ؟ ولو أنا محظوظ ليش؟ هل أنا محظوظ أو أنا مش محظوظ؟ أنا مش محظوظ ليش؟ إيش معيقات الحظ السعيد؟ وإيش الأشياء اللي تفعل قانون الحظ عندك؟ وهل أنت من الأشخاص اللي حظك لغيرك؟ هل أنت من الأشخاص اللي إذا دخلت مكان يكون مو شغال وما في رزق بس تدخل عليه فجأة يصير عنده ناس ويبيع ويصير مرزوق؟ وأرجو من اللي يتابعونا من السنابرز الجديد يعني يتابعون يسوون فولو للسناب ويحطون جرس التنبيهات علشان لما يكون في مواضيع جديدة تكونون انتم يعني متابعينها أول بأول، لأن أنا السناب عندي سيف بس 24 ساعة. أنا الأشياء ما أسيبها، زي ما قلت لكم الفانز هم اللي ياخذون السنابات، تمام؟ فأنا ما أهتم فيها بعدين، خلاص اللي أقوله أصلا اللي أقوله أنساه. فالحين حطيت كم نقطة لموضوع الحظ. اوكي، هل انت من الاشخاص اللي حظك لغيرك؟ اذا عاشرت شخص يتوفق، يغتني، اموره تصير طيبه، اذا دخلت مكان احنا نسميه رجلك خضرة عليه، بس انت رجلك خضرة مو خضرة على نفسك، انت حظك حلو لغيرك بس مو عليك. هل انت من هذه النوعية من الاشخاص؟ هل أنت من النوعية من الأشخاص هل أنت من الأشخاص اللي دايما تردد أنا ما عندي حظ، أنا ما عندي حظ؟ هل أنت تسمع الأغاني اللي تقول هالأغاني العراقية أكثر شيء ولا الأغاني القديمة المصرية، أنا حظي وأنا حظي وما أدري وش، وفي أغاني ما تحضرني. نور، أي أغنية عراقية مال حظي؟ ها، على حظ المسخم، أي على حظ المسخم وين نايم. هل أنت تسمع هذه الأغاني؟ هل أنتوا تسمعون أغنية حظي وحظي وحظي وحظي؟ هل أنت من الأشخاص اللي كل ما تقول كل ما أطقها عوية؟ هل أنت من هذيلا اللي كل ما يطقونها عوية؟ تبون تعرفون ليش؟ يعني خلينا نقول للناس، لأن قاعد يتابعني ناس كثير مش خليجيين فأفسر لهم. مثل هذا يقول كل ما أطقها عوية، يعني وين ما أحط، يعني أنا وين ما أحط نفسي في شيء ما أكسب، يعني أنا مش محظوظ، أنا ما عنديش حظ من الآخر. إخواننا المصريين يقولون إذا كان هذه لغتك مع نفسك فإحنا عندنا مشكلة كبيرة. لازم نتخلص أول حاجة من هذا الحوار. أول المبادئ قبل ما أبتدي، ما هو الحظ أو ما هي الكاريزما أو ما هو القبول؟ هل أنت أسألك كمان من الأشخاص اللي لا دخلت مكان تصير مشكلة، اللي كل الناس ممكن تسوي نفس الشيء يطلع عندهم عادي بس أنت تحصل لك مشكلة؟ هل أنت من الأشخاص اللي ناس تغلط وتسوي بلاوي الدنيا ما حد يحاسبها، وأنت لو تسوي أي حاجة تحاسب، أنت لو يصير أي شيء تجيك مشكلة؟ يعني الأشياء اللي تصير للناس ما يعني تصير للناس بوزيتيف تصير عندك. هل أنت إذا دخلت مكان تحس شفاف، يعني تحس أنك أنت بهذا المكان مو مقدر، يعني مو متشاف مثل فلان أو فلانة، تحس كأنك شفاف مار من قدام الناس، تحس كأنك يعني غير موجود، ما في عندك هذا الكاريزما اللي يقولون لها كاريزما which هي الحظ، تمام؟ بالعربي هو الحظ، زين. هل ما عندك هذا القبول؟ لا تدخل مكان تلاقي نفسك انت ما حد يحييك التحية اللي المفروضة، ما تلاقي مثلا الناس تستقبلك هذا الاستقبال، تهلي فيك، تفرح في وجودك، يصير الاهتمام كله عليك. ما تلاحظون في كل عائلة في شخص إذا دخل مكان العائلة كلها تهتم فيه دونا عن
دونا عن الباقين. ليش في شخص في العائلة ناس تهتم فيه وفي أشخاص كثير لا، تلاقي هذا واحد هو لا دخل كل الاتنشن يصير عليه. هل أنت من هذيل الأشخاص؟ ما سألت نفسك ليش؟ هل أنت، كمان سؤال مرة مهم، من الأشخاص اللي برمجوك إن الحظ هو عبارة عن حاجة تأتي للناس اللي راح يروحون جهنم، والناس اللي مو بمحظوظين هم الناس اللي راح يروحون الجنة، وإن الله سبحانه وتعالى الناس المنحوسين في الدنيا، أنا ما أحب كلمة منحوس باي ذا واي، بس أنا أستخدم مصطلحاتكم، إن الناس المنحوسين في الدنيا وما عندهم حظ في الدنيا الله راح يعوضهم في الآخرة، إن راح يشوفون الحظ والسعادة في الجنة. هم في الدنيا راضين في اللي هم فيه لأن في عندهم سعادة في الجنة. هل أنت من هذه الناس اللي مقتنعين إن أنا راضي إني أنا مو مفعل حظي، أنا راضي إني مو مفعل قانون الحظ السعيد؟ ليش؟ لأني أنا وعدت من الله في إني أنا لو حزنت في الدنيا أنا راح أحصل التعويض في الآخرة. هل هذه البرمجة موجودة جواك؟ هل كل ما تمر بحظ سيء وبفشل في خطوة تقول معلش هو الله سبحانه وتعالى بيختبرني في إني أنا يطيح حظي فأنا راح أخذها في الجنة، أنا ما أبغاها هنا؟ هل أنت من الناس اللي يسولفون على نفسهم هذه السالفة أو متأثرين فيها أو سامعينها من بابا، من ماما، من جدك، من جدتك؟ هل أنت من هذه الأشخاص اللي عندهم هذا السؤال؟ أنت من الناس اللي كل ما مريت في فشل تقول التعويض يجي بعد الموت؟ تمام. عندنا كثير أسئلة، أبغى أعرف أنتوا من هذه الأشخاص أو لا. هذه واحدة. 2، أبغى إجاباتكم كالعادة ترسلوا لي على الانستغرام على الخاص، أفهم كمية العالم اللي أنا سألتكم هاي الأسئلة اللي يتعاملون مع ذاتهم بهذه الطريقة، اللي يسولفون مع أنفسهم بالأسئلة اللي سألتكم إياها في السنابات الماضية. خلينا نأتي على تعريف الحظ. ما هو الحظ؟ في كثير ناس عرفوا الحظ، لكن أنا بالنسبة لي أحلى تعريف وأصدق تعريف وأجمل تعريف وأهم تعريف والتعريف الأوحد بالنسبة لي اللي يوصلني للحظ السعيد وتعريف ما هو الحظ هو الذي ذكر في القرآن. القرآن مش بس للمسلمين، خلي الناس تفهم، القرآن لكل العالم. زي ما قلنا القرآن لكل العالم. أنا يتابعوني ناس من كل مكان في العالم، من كل الأديان، وفي ناس لا دينيين وفي ناس ملحدين. القرآن نزل لكل البشرية مش فقط للمسلمين، تمام؟ للعالمين، للعوالم، يمكن مش بس للبشر، حتى للمخلوقات اللي احنا ما نعرف عنها. والدليل انك لو تقرأ القرآن حتى جنب الأنعام أو الخيل أو الحيوانات أو النباتات تصير تصدر طاقة منهم، طاقة بوزيتيف. هذا دليل على التجاوب. القرآن هو كلام الله، هو طاقة ربانية نزلت لكل المخلوقات. فأرجوكم خلونا ما نحتكر لما نتكلم عن القرآن، ما نحتكر القرآن فقط للمسلمين، لا، ومو بس المسلمين العاديين، المسلمين اللي ينقال لهم شيوخ الدين. هذا حرام يعني قطعا انك تفقد الناس من رحمة الله في القرآن وتخليه يخاف حتى يقرأ ويتعلم، فيخاف يقرأ ويتعلم منه بسبب انه هو قالوا له ان الشيوخ ابخص، يعني شيوخ الدين او اللي قرأوا في جامعات إسلامية هم فقط اللي لهم الحق في التكلم عن القرآن. لا يا عزيزي، كتاب الله نزل لكل المخلوقات، وليس من حق أي أحد يحتكر عليك ولا يحتكر فهمك ولا تفسيرك الخاص له. تمام؟ ليش؟ لأن في بيوتنا كنز اسمه القرآن يدلنا على الحياة الصحيحة، يدلنا على الراحة، يدلنا على المعجزات، ويدلنا على الآخرة اللي ما بعد الحياة. وحنا من الخوف نحن نفسر غلط أو نقرأ غلط مأجرين أدمغتنا لناس
وهم يفسرون عننا القرآن، وهم ويا ريت يقولون لنا اللي راح أقوله لكم الآن، يا ريت هم يجيبوا لك من القرآن فقط التخويف. فأي شيء أنا شخصيا تعلمته من هذا الكتاب ومن تفسير هذا الكتاب، سواء شيء أنا فسرته بنفسي لأني أنا أقرأ ما قبل وما بعد، أو شيء في ناس محترمة وناس تفسر القرآن بشكل طاقي وعلمي وإنساني ويجلب السعادة ويجلب الراحة، بعيدا عن الخزعبلات اللي كثير من الناس تستخدمها، أو بعيدا عن التبسيط في بعض الأحيان، أو بعيدا عن التعقيد، أو بعيدا عن كل اللي قلنا. نرجع أجين، ما هو الحظ في القرآن؟ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذكر الحظ في القرآن وقال يلقاها. شو يعني يلقاها؟ يعني تعرف لما الله سبحانه وتعالى، الله مو واحد عادي، مو بشر، مو بنبي، مو بولي، مو بحد عارف، مو بدكتور، هذا الله سبحانه وتعالى. تعرف كلمة يقول عظيم؟ لما الله يعظم شيء، لما العظيم يعظم شيء، او ماي جاد، لا اله الا الله. متخيلين معاي الكلمة؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مين هذيل الناس اللي الله سبحانه وتعالى قال يرمى عليهم الحظ العظيم؟ الذين صبروا على إيش؟ شنو من شروط وأساسيات إنه يكون عندك حظ عظيم؟ مش حظ عادي، مش حظ سعيد، لا لا لا، حظ عظيم. تعرفون شو معنى حظ عظيم؟ يعني وين ما تطقها تضرب. يعني انت لو قلت للجبل نصير نصين يصير نصين، انت يعني توصل الحظ العظيم. يعني حظ عظيم يعني معناها تكون مقدرتك مقدرة ما اعرف مقدرة يمكن اكثر من الملائكة، لان حتى الملائكة ربنا سبحانه ان الشمس كانت دبة وكانت شينة، انا ما كنت شينة، انا كان معبيني الكورتيزون كذا، كان وزني 50 وصار من 50 الى 113، لكن لم أكن يعني بشعة الجسم، لكن كنت مريضة، طفلة عمري 14 سنة وتعرضت لمرض زي كذا. والدكتور في وقتها كان قال إن هذا المرض خطير جدا، وأكيد اللي مصاب فيه يعرف أنا وش أقول، للناس اللي واصلين في مرحلة عالية. فأنا تم اكتشافه عندي بمرحلة عالية مش بمرحلة مبكرة. فكان العملية في خطرة، لأن البايب اللي يحطونه في الراس في الجمجمة عشان يسحب الماي، كل ما الماي يطلع يتسكر عند ناس قبلي، في حالات يتسكر من الأملاح اللي تنزل من سائل المخ.